مساء الخيرات والسعادة. علم النفس الحديث قال لنا إنه في 4 أنواع من الذكاء. النوع الأولاني المعروف اللي هو الIQ حاصل الذكاء العادي، اللي بيقيس مستوى الفهم، القدرة على حل مسائل الرياضة، حفظ المعلومات، استدعاء المعلومات من الذاكرة. ده الIQ العادي أو حاصل الذكاء العادي. الليفل اللي بعد كده هو الإيموشنال انتليجنس، الذكاء العاطفي اللي احنا برضو اتكلمنا عليه فيديوهات كتير قبل كده. الذكاء العاطفي بمعنى انه او الشخص اللي عنده ذكاء عاطفي بيكون عنده awareness بنفسه، فاهم نفسه، فاهم مشاعره، وعنده مقدرة على قراءة مشاعر وأحاسيس الآخرين، وبالتالي بيكون فيه شوية صفات كده. يعني بنلاقيه شخص بيحترم الآخرين، بيحترم قيمة الوقت، بيحترم الحدود بتاعة الآخرين، بيحافظ على المجاملات، عنده مسؤولية، عنده صدق وأمانة وباكج كده من الأخلاق الكويسة اللي كل الناس بتشهد له بيها، وبالتالي بيكون عنده علاقات جيدة وسعيدة مع الآخرين. الليفل اللي بعد كده هو السوشيال انتليجنس. ده شخص بيكون عنده ايموشنال انتليجنس وفي نفس الوقت عنده قدرة على بناء شبكة علاقات قوية وناجحة بتدوم معاه لفترة طويلة. العلم الحديث، علم النفس الحديث أو عموما بيحط أهمية كبيرة جدا على الايموشنال انتليجنس والسوشيال انتليجنس أكتر من حاصل الذكاء العادي، حتى في الحياة المهنية مش بس في الحياة الاجتماعية. النوع الرابع وده اللي يعتبر جديد وكنت أول مرة أقرأ عنه هو الادفيرسيتي كوتشنت أو حاصل ذكاء الشخص وقت الشدائد. بمعنى إنه النوع ده من أنواع الذكاء بيقيس قدرة الشخص على المرور من المحن والشدائد. شخص مر بمسار حياة صعب وقاسي وعدى منه وهو محتفظ بصحته النفسية والعقلية، يعني فضل زي ما هو شخص سوي نفسيا، ما تحولش لشخص سايكوباتي زي ما كنا بنتكلم في الفيديوهين 3 اللي فاتوا. ده يعتبر أعلى ليفل علم النفس قال عليه الذكاء. ده أعلى ليفل من الذكاء، اسمه الادفيرسيتي انتليجنس. ودي حاجة مش سهلة يا جماعة. يعني اللي فعلا بيمر بمسار حياة صعب وقاسي وبيحتفظ بنفسه خيرة زي ما هي، عنده قدرة على حب الآخرين، ما تحولش لشخص مضطرب، عنده صفات سايكوباتية، عنده ميول لأذية الآخرين كده لله في لله. ده يعتبر نعمة وفضل كبير وإنجاز، والشخص ده بتبقى بنيته النفسية قوية. يعني ده بيرجع لمدى هشاشته النفسية أو بنيته النفسية الجيدة.